هندسة، البيم المفروض ان انا اعملها من كل عمود وعمود، ده الصح ولا انا اعملها اخدها اكس واحد؟ ممكن تاخدها اكس واحد، ممكن تاخدها ما بين كل عمود وعمود. ايه الفرق؟ مفيش اي فرق فعليا، غير في لما تيجي تطلع الانوتيشن. لما تيجي تطلع انوتيشن، انت عشان راسمها كاميرا واحده من الاول للاخر، هتلاقي بينزل عليها تاج بتاع كاميرا واحده، تلاقي مكتوب عليها 25 في 60. احنا لما نيجي نطلع البرزنتيشن بنبقى ما بين كل عمود وعمود عايزين نكتب كام؟ 25 في 60. اه. ف فبالتالي الريفت لو هي كاميرا واحده من اولها للاخر وانت كاتب، هتنزل لك بتاج واحد 25 في 60. لكن لو انت عايزها ينزل عند كل كاميرا اسم، فهترسمها من العمود ده للعمود ده، من العمود ده للعمود ده، من العمود ده للعمود ده. تمام. طبعا في الاسهل في الرسم ان احنا نرسمها كلها حته واحده، عشان نقول عشان ما سيبكش اقولها لك من الخبره، ارسمها ما بين عمود وعمود. انا عشان لما جيت عملت التاسك رسمتها ما بين كل عمود وعمود، ما بالظبط رضيتش اخدها مرة واحدة. بالظبط ده طب الاصح. معلش كمان يا هندسة، استخدم السنتر ولا استخدم الرايت؟ لا. يعني الرايت في الاكس اللي هو العرضي مم. بتيجي معايا مظبوطة، ما بروحش ان انا مثلا اعدلها بالالاين. انما في الاكس اللي هو الطوالي العمودي ممكن اجيبها السنتر، بتيجي معايا على طول في السنتر. بص، الاونلاين انا بفضله عشان نريح دماغنا، عشان ما نقعدش نقول رايت ويمين وشمال وفي ليفت فالاونلاين انا بفضله بعد ما برسم بظبط اونلاين، او بعد ما برسم اعمل موف، وسيبني خالص من موضوع رايت وليفت. الرايت والليفت ليه قاعده، لازم تبقى بتمشي مع عقارب الساعه، لازم تمام، تبقى يعني اشتغل بتمشي. سنتر يعني. يعني يشتغل سنتر وبعد كده اعمل اونلاين. تمام. ماشي يا هندسة، شكرا. دي عندك كاميرا جايه وعايز تظبط الدنيا بسرعه، ممكن تروح عاملها ايه بالرايت كده بس. تمام، شكرا يا هندسة. العفو. عندي سؤالين. السؤال الأول، لما الأعمدة هتكون مثلا في المبنى كله، ليه بوقفها عند السكند ليفل؟ ليه ما بروحش أرسم العمود أعمل له مثلا اللي هو موصول لآخر ليفل، أو أكتبه أن كونكتد بحيث إن هو يوصل لآخر ليفل مثلا؟ تمام، حلو. السؤال الثاني. السؤال التاني، دلوقتي الكاميرا المقلوبة، إحنا لما بنيجي نحدد الكاميرا المقلوبة بنحدد الزد بوتوم، الزد بنخليه بوتوم صح؟ صح. مش المفروض بقى ساعتها، لان الكاميرا المقلوبه دي بيكون في جزء منها شايل معاه البلاطه، يعني لو بالظبط، الكاميرا كده ففي جزء بيبقوا شايل عاملين البلاطه، اوفرلاب. المفروض تنزل في الزد بسمك البلاطه صح؟ مظبوط جدا، كلامك مظبوط جدا جدا جدا. ودي طبعا نقط هنتكلم فيها في المشروع اللي في الاخر يعني. ان في بعض الحاجات في الموديل بعد ما بنرسمها لا مش صح ان احنا نسيبها كده ونجري، لان زي ما الباشمهندس بيقول في اوفرلاب، وليه نقط مهمه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها. ودي هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله في المشروع. طبعا يا باشمهندس كلامك مظبوط، لما هتعمل الزد توب على طول هيبقى فعليا، لو جبت حد بيحصر بالاوتوكاد ولو جبت حد بيحصر ريفت، حصر الريفت هيبقى فيه الخطأ اللي انت لسه بتقول عليه. انت قايل ان الكاميرا 60 وانا قايل ان الكاميرا 40، فدي مشكله ولازم ناخد بالنا كلنا منها. ان لو انا بقلب كاميرا مقلوبه هضطر ان انا انزلها 20 سم، او بقيمه سمك البلاطه، او بقيمه، وده الاصح مش 20 سم، الاصح هنزلها بقيمه سمك البلاطه. طيب، في سؤال تاني عندك ولا نرد على هو السؤال الأول؟ سؤال الاعمده بس. سؤال بقى الاعمده. انا يا جماعه فعليا انا بعمل في عندي اجزاء كتير بنحاكي فيها الموقع، بمعنى ان العمود مش هيطلع معايا من الدور الارضي للدور الاخير مره واحده في الموقع، هيطلع على اجزاء. الريفت لو رسمت له العمود من الاول للاخر بيسبب لي مشكله. اولا لما باجي اطلع حصر مش هعرف افصل اعمده الدور الاول عن باقي الادوار. لكن مهندس الديزاين مثلا، بص بقى، فاكرين لما اتكلمنا عن البيميوز واتكلمنا عن انت عايز تستخدم المشروع ده في ايه؟ هيقف لمرحله الديزاين ولا هيكمل معانا ولا هنوقفه فين ولا هو عباره عن ايه؟ هنا برضو بعض النقط بتيجي عندنا. لو انا
رسمت العمود من الاول للاخر، ده يصلح مع الديزاين، مع ان الديزاين هيجي قدام يقول لك ايه؟ يقول لك قطع العمود. ليه؟ عايز اقص العمدان، عايز العمود اللي تحت يبقى 30 في 60، فوق يبقى 30 في 50، فوق يبقى 30 في 40، فوق يبقى 30 في 30. فكفانكشن قدام جايه في المشروع العمود هيصغر قدام. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، العمود زي ما بقول لك انا هاجي اطلع حصر وعايز احصر الدور الاول بس، عايز احصر الدور الثاني بس. فلو انا عارف ان انا هحصر المشروع ده في الاخر، فلازم اخد بالي من نقطه زي دي. النقطه الثالثه، لو انا هطلع كونستراكشن سكادول وهعمل سيميوليشن للكونستراكشن سكادول، انا محتاج ان انا برضو اقطع الادوار، عشان ممكن ابقى بصب العمدان دي في الدور الاول، بعدين اسيب المبنى على الوضع دوت واروح اصب مبنى تاني، وبعدين ارجع تاني اصب، فالعمدان ما تبقاش طالعه معايا فوق مش تبع، وما تبقاش ماشيه مع السكادول. النقطه الاخيره في الحديد، لما نيجي نشتغل حديد هنحط تسليح الحديد بتاعنا، الريفت هيفهم ان ده عمود واحد، فتلاقيه بيكثف لك في الدور السادس وبيكثف لك عند القواعد الدور الارضي خالص. اللي في النص. ده لو انت استخدمت الاوتوميشن. لو انت استخدمت المانيوال مش فارقه، انت اللي هتبقى بتقطع بايدك، وانت اللي هتبقى بتشتغل بايدك، وهتعمل زي ما انت عايز، بس هتقابلك مشكله القص لو كان العمود فيه قص. لا تمام ماشي. مفهومه كده يا جماعه النقط دي كلها؟ تمام كويس جدا. باشمهندس رامي اتفضل. الو. ايوه معاك اتفضل. انا بس كان عندي مشكله في الكاميرا اللي هي بتبقى مايله، هي زي مثلا بتاعت الفيلم. عندك مشكله في الكاميرا المايله؟ لو عامل حاجات شير سكرين يبقى احسن. اتفضل طبعا. تعالى نشيل باشمهندس ايمن ونخش على باشمهندس رامي. يلا انا معاك. تمام كده؟ تمام كويس قوي. هي بس قصه في الكاميرا دي. انا دلوقتي لو عملتها بمقاديره انها المفروض تقف عند الفليمنج بريك، هي بتنزل تحت. لا انا بس عايز اشيل الجزء ده. لا، هي لازم تنزل تحت عامه. ليه؟ لان هي في الاول وفي الاخر هي قطاع الكاميرا بينزل بالكامل. حلو. بس انا مش عايز الجزئيه دي يا باشمهندس، انا عايزها تموت مع البلاطه، صح كده؟ احنا عايزين الحته دي تموت مع البلاطه. فعندي حل من الحلين احنا كنا شرحناه. اول حل ان انا اعمل لها زي اوبننج، او ان انا اعمل لها اوبن باي فيس. فاكر الاوبن باي فيس؟ تقريبا هقول لك روح على الاستراكشر اوبن باي فيس. ايوه تمام. دوس عليها وتروح شايل الحته دي. ايه؟ دوس زي ما هي، صح؟ لا العكس يا هندسه، كنت شغال صح. ارجع تاني، كنسل فوق. حلو. تاني. هنا؟ لا امسك قرب من الكاميرا. ايوه المربع الاخضر اللي ظهر ده، دوس كليك. يلا ارسم المثلث ده. دوس فينش. تمام. سيبك من المسج. كنسل. خلاص. اسكيب الموضوع. خلاص تمام كده. معايا؟ ده اول ايه؟ اول حل. الحل الثاني هو كده يعتبر ان هو بس مش مهم ان هي تبقى ظاهره، مش مهم، ما تشغلش بالك. لما تقرب هتبقى ظاهره عشان تعرف تمسك الاوبن كات. انت عامل هنا كات، لو عايز تعدل الكات عايز تعدله، عايز تشيل منه. بس زي ما بقول لك كمياتك اتظبطت، شغلك اتظبط، خدت سيكشن وطلعت ديتيل، مش هتلاقي الجزء ده معاك. بس كده. تمام.